هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. يأتيكم بث صوت حزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.org من إعداد مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكلف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية. نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين الثاني من نوفمبر 2020، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك تطورات الأنشطة الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. وزير الإعلام الإريتري: شكوى مراسلون بلا حدود ضد الرئيس بسبب مسجون لا تستحق الرد. إريتريا تصف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان بالنفاق. حكومة إقليم تيغراي: أبي أحمد وإسياس يخططان لإشعال الحرب ضد التيغراي. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. نشرت وزارة دعاية النظام الدكتاتوري الحاكم في إريتريا بيانا تنتقد فيه قرار الاتحاد الأوروبي المختص بوضع حقوق الإنسان في إريتريا، واتهم البيان دول الاتحاد في انتهاج سياسات زعزعت الاستقرار والتطفل على شؤون الآخرين. وأضاف البيان إن المزاعم التي أثارها البيان لا مجال لها من الصحة، وإن القرار لم يتناول البيانات والمعلومات المتاحة في الحيز العام. وكان القرار تناول موضوع مصادرة المدارس والعيادات الكاثوليكية التي تم انتزاعها من إدارة الكنيسة الكاثوليكية في صورة مشابهة لما حدث للمدارس والمنشآت التعليمية الدينية التابعة للمسلمين. ووصف البيان القرار بالمنافق، حيث قال: فإن العديد من الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي التي تدين إريتريا بطريقة متعالية ومتقطرسة
ليست نموذج للفضيلة، وذكر من ضمن مساوي تلك الدول الميول للتطرف والعنصرية وكراهية الأجانب والمشاعر المعادية للمهاجرين. وأضاف موقع فرجة الإريتري المستقل أن البيان المطول ذرف دموع التماسيح، وهو يحاول تقديم دراية تاريخية حول دور الدول الأوروبية في محاولة النيل من إريتريا ومن مكتسباتها الوطنية، ويحاول الاستشهاد بما يسميها إعلامه برامج التنمية التي لم تتمكن حتى من توفير مياه صالحة للشرب في كل المدن الإريترية أو ربطها بالكهرباء أو طرق المواصلات التي استخدموا فيها عمال السخرة والعبودية مقابل لا شيء، وبحجة الواجب الوطني لترميمها في كل خريف. يبدو أن الدول الأوروبية قد انتبهت إلى حقيقة الأوضاع المخزية لحقوق الإنسان في إريتريا عندما لم تجف منابع أفواج اللاجئين القادمة من إريتريا إلى شواطئهم، وإن مساعي وزارات الخارجية في دول مثل إيطاليا ومنح التنمية وبرامجها التي لم ترى النور وتحولت إلى حسابات النظام والمنتفعين منه من جنرالات العسكر، تأكد للدول الأوروبية أن نظام هيغدف قد التهم الجزر ولم يتبقى في يدهم غير العصا. قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يخططان لشن حرب ضد شعب التيغراي. ودعت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في بيان أصدرته مطلع الأسبوع قوات الدفاع الإثيوبية والإريترية للوقوف جنبا إلى جنب لتجنب إراقة الدماء وإنهاء المؤامرة الخبيثة لزعماء البلدين. وجاء في البيان أن القادة يعززون العلاقات الشخصية ويتجاهلون العلاقات الأخوية بين شعبي إريتريا وإثيوبيا، وسيحاسبون على كل الفوضى التي قد تحدث جراء ذلك. وألقت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باللوم على رئيس الوزراء أبي، ووصفته بأنه استولى على السلطة بشكل غير قانوني وانفراده بإدارة البلاد والمساومة لبيع سد النهضة الإثيوبي الكبير مقابل فدية كبيرة. كما اتهمت رئيس الوزراء أبي أحمد بارتكاب الخيانة من خلال إقامة تحالف مع القوى الأجنبية في محاولة لتضييق الخناق على الشعب والحزب الحاكم لإقليم تيغراي. وجاء في البيان إن حكومة أبي ليس لديها أساس قانوني لإعادة هيكلة الأفواج في الجيش، حيث انتهت مدته بالفعل في 5 أكتوبر 2020، وعليه فإن القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش غير مقبولة. كما حث حزب تيغراي الحاكم أعضاء الجيش الاتحادي على رفض الأوامر من أبي الذي يمثل القائد العام لقوات الدفاع الإثيوبية. وأضاف البيان أن الأفواج المخطط لها التي سيتم نشرها في أديس أبابا ومدينة بحردار تهدف إلى إخضاع حكومة تيغراي. وأضاف موقع فرجة الإريتري المستقل نقلا عن مصادر متفرقة أن حكومة الإقليم طالبت الحكومة الفيدرالية بالإفراج عن الميزانية السنوية لإقليم تيغراي دون أي شروط مسبقة، وأن الميزانية هي عبارة عن تعويض دفعته المنطقة في شكل ضرائب للحكومة الفيدرالية، وليس لدى القوة غير القانونية أساس قانوني لتجميد الميزانية. وقال إنه إذا قامت القوى غير الشرعية بتخفيض ميزانية منطقة تيغراي منتهكة بذلك الحق الدستوري للشعب في تيغراي، فسيكون ذلك بمثابة إعلان الحرب، وستتم محاسبة السلطات في أديس أبابا على جميع الفوضى التي ستحدث. تدهورت العلاقات بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ومنطقة تيغراي بعد أن أجرت الأخيرة انتخابات أحادية الجانب في سبتمبر الماضي في تحد لقرار مجلس الشيوخ بتأجيل الانتخابات الوطنية بسبب كوفيد-19. وصوت مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي فيما بعد لاستبعاد المنطقة من المسائل الرسمية وفرض مجموعة من الإجراءات القاسية بما في ذلك تخفيض الميزانية المخصصة للمنطقة. ويقول منتقدون إنه على الرغم من استبعاد أن يقوم أبي أحمد بعمل عسكري ضد المنطقة، إلا أن الحرب قد تندلع قريبا إذا استمرت الخلافات على هذا النحو. صرح وزير الإعلام الإريتري ماني جبر مسقل بأن اتهام منظمة مراسلون بلا حدود لرئيس إسياس أفورقي و7 من المسؤولين البارزين بارتكاب جرائم
ضد الإنسانية لاحتجاز صحفي سويدي يدعى داويد إسحاق لنحو عقدين تقريبا لا تستحق الرد. وقال في رسالة عبر الهاتف لوكالة بلومبيرغ للأنباء إن الخطوة منافية للعقل وسخيفة لدرجة لا تستحق الرد، حسب ما أوردته صحيفة الشروق المصرية. وكانت مراسلون بلا حدود قد حركت دعوى قضائية في السويد داعية إلى تحقيق جنائي جاد في تعذيب وخطف والإخفاء القسري لإسحاق الذي اعتقل في 2001 عندما عاد إلى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي للقيام بإدارة الصحيفة. ويحمل إسحاق الجنسيتين الإريترية والسويدية، يرأس أفورقي إريتريا منذ استقلت البلاد عن إثيوبيا في عام 93 و900 وألف، ولا يوجد في البلاد حرية صحافة، وتعتلي المرتبة 178 من أصل 180 دولة في مؤشر عالمي لحرية الصحافة تجمعه منظمة مراسلون بلا حدود، ويليها كوريا الشمالية وتركمانستان. وقالت المحامية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل في السلام، وهي أحد الموقعين على الشكوى، في بيان في 21 من أكتوبر 2020: العدالة في إريتريا لن تتقدم طالما أن هؤلاء الأشخاص قادرين على التصرف بدون خوف من العقاب، ولم تتم أي محاولة لإدانتهم من جانب الدول التي يمكنها فعل ذلك. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن عددا كبيرا من الصحفيين الإريتريين قد رحب بخطوات المنظمة الدولية، كما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي الخبر، مما أزعج النظام الإريتري الذي لا يكترث لمثل هكذا أخبار. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون: البرلمان الأوروبي يطالب النظام الإريتري بالإفراج عن داويد إسحاق وبقية السياسيين. نشر موقع إريتريا هاب إن الاتحاد الأوروبي يطالب النظام الإريتري بالإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل داويد إسحاق وعن بقية السجناء السياسيين. وأضافت وكالة زاجل الإريترية للأنباء زينا نقلا عن الموقع إن الاتحاد اتخذ عددا من الإجراءات لمواجهة النظام الإريتري، بينها إنه يدعو إلى ربط الدعم بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدا أن النظام الإريتري لا يزال يمضي في تطبيق سياسة استخدام العمالة الوطنية بشكل جائر، ويطالب أن تستجيب الحكومة الإريترية بصورة صارمة لرغبات الشعب الإريتري من ناحية، ونصائح المجتمع الدولي من ناحية أخرى، في حرية التعبير وحقوق الإنسان في التنقل والعمل والحقوق الأساسية، كما يطالب بالإفراج عن المعتقلين ظلما. ويدين الاتحاد الأوروبي فرض النظام الإريتري ضريبة 2% على كل مواطن يقيم في الدول الأوروبية وهو من أصل إريتري. وجاء في المنشور أن النظام الإريتري يستنزف المهاجرين الإريتريين الذين يعيشون خارج وطنهم ويمتلكون جنسيات الدول المستضيفة، ومع ذلك يأخذ منهم الضرائب بشكل غير قانوني ومجحف، ويطالهم اعتداءه وملاحقته الظالمة. وذكر المنشور إن النظام الإريتري يتعرض بالأذى لأسر من يعجز عن دفع الضريبة
من المهاجرين المقيمين في الخارج. وجاء في الفحوى العام لمحتوى قرار الاتحاد الأوروبي الذي نشره المصدر في 9 من أكتوبر 2020 الآتي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن إريتريا، ولا سيما قضية داويد إسحاق. المصدر للبرلمان الأوروبي رقم القرار 2813 لعام 2020. البرلمان الأوروبي مع مراعاة قراراتها السابقة بشأن إريتريا، ولا سيما القرار الصادر في 6 من يوليو 2017، مع مراعاة التقرير المؤرخ في 11 من مايو 2020 للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، مع مراعاة البيان الصادر في 30 من يونيو 2020 الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا الذي ألقاه في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا، مع مراعاة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2444 المؤرخ في 14 من نوفمبر 2018 الذي ينهي فورا جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إريتريا، حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول، مع الأخذ في الاعتبار قرار المجلس رقم 1944 لسنة 2018 CFSB المؤرخ في 10 من ديسمبر 2018 بإلقاء القرار 127 لعام 2010 بشأن التدابير التقييدية ضد إريتريا، بالنظر إلى القضية رقم 12.428 لسنة 2012 المرفوعة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالنيابة عن داويد إسحاق وسجناء سياسيين آخرين، مع مراعاة الإعلان الختامي للدورة 66 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 12 من مايو 2017، مع مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مع مراعاة دستور إريتريا المعتمد في عام 97 و900 وألف والذي يضمن الحريات المدنية بما في ذلك حرية الدين، مع مراعاة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مع مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 66 و900 وألف، مع مراعاة اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي، اتفاقية كونتونو 3 بصيغتها المنقحة في عام 2005 و2010 والتي وقعت عليها إريتريا، مع مراعاة القاعدتين 5.144 و 4.132 من قواعدها الإجرائية. ألف، في حين أن داويد إسحاق وهو مواطن مزدوج الجنسية من إريتريا والسويد وبالتالي مواطن من الاتحاد الأوروبي، فقد اعتقلته السلطات الإريترية في 23 من سبتمبر 2001 وهو صحفي وشريك في ملكية أول صحيفة مستقلة في إريتريا وهي صحيفة سيتيت المنتشرة على نطاق واسع مع 21 شخصا آخر، بينما تتهم الحكومة الإريترية داويد إسحاق بأنه خائن على الرغم من أنه لم توجه إليه أي تهمة أو يقدم للمحاكمة، بينما عاد داويد إسحاق من السويد بعد استقلال إريتريا في عام 92 و900 وألف للمساعدة في ترسيخ الديمقراطية الوليدة في البلاد. ب، حيث إن الاعتقالات حدثت بعد نشر رسالة مفتوحة تدين النظام وتطالب الرئيس إسياس أفورقي بإجراء إصلاحات ديمقراطية، في حين أعلنت الحكومة في يوم الاعتقالات منع جميع وسائل الإعلام المستقلة، في حين أن المعتقلين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة. ج، بينما أطلق سراح داويد إسحاق في 19 من نوفمبر 2005 بعد تدخلات كبيرة نيابة عنه من جانب حكومة السويد من بين جهات أخرى، بينما أعيد اعتقاله بعد يومين بينما كان في طريقه إلى المستشفى،
حيث ادعت السلطات الإريترية أنه تم الإفراج عنه مؤقتا فقط من أجل الخضوع للعلاج الطبي. ومنذ ذلك الحين احتجز داويد إسحاق بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات الإريترية التي رفضت الكشف عن مكانه بالضبط أو تفاصيل عن صحته وسلامته. وبتاريخ ديسمبر 2008 كانت هناك تقارير غير مؤكدة أن داويد إسحاق نقل إلى سجن شديد الحراسة في أمبات كلا، وبعد فترة وجيزة في 11 من يناير 2009 تم نقله إلى مستشفى القوات الجوية في أسمرة. يعتقد أنه يعاني من مرض خطير، في حين أن طبيعة ومدى مرضه لا تزال غير معروفة، وحكومة إريتريا ترفض تأكيد دخوله المستشفى. في حين أن عائلة داويد إسحاق بما في ذلك أطفاله الثلاثة قد واجهوا ضائقة كبيرة وقلق منذ اختفائه، حيث لم يكن لديهم سوى القليل من أخبار أحبائهم أو مكان وجودهم أو آفاقهم المستقبلية. بينما تواصل بيت لحم إسحاق ابنة داويد إسحاق المطالبة بإطلاق سراح والدها، في حين أكدت بيت لحم إسحاق عام 2020 أن والدها على قيد الحياة. وقد قضت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بأن الصحفيين الذين تم اعتقالهم في إريتريا في سبتمبر عام 2001 بمن فيهم داويد إسحاق محتجزون بشكل تعسفي وغير قانوني، وحثت السلطات الإريترية على إطلاق سراحهم أو على الأقل إقامة محاكمة عادلة. ويذكر أن الحالة في مراكز الاحتجاز المكتظة وغير الصحية في إريتريا ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية واللا إنسانية، في حين أن هذه الظروف تزيد من خطر انتقال كوفيد-19 للمحتجزين، وإن الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والصرف الصحي محدود للغاية أو قد ينعدموا تماما، مما يجعل المحتجزين يعتمدون على الزوار للحصول على الإمدادات الأساسية، وأن إغلاق السجون في وجه الزائرين بهدف مكافحة الوباء قد ساهم في زيادة سوء التغذية وما يقابلها من أمراض عقلية وجسدية لأناس يتم احتجاز العديد منهم في حاويات الشحن في ظروف بالغة القسوة. تم وبسمعك تم مرئيك تم وبسمعك تم من تتهاجى أبوك إنكم تم تم زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايت اللي يهو إيتت أزم وعبايت اللي يهو إيتت أزم أنا لا توي أزم وعفويا يلقم أنا لا توي أزم وعفويا يلقم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوال الأزم قبيل ذي بحمم طيور قبوة حوال الأزم قبيل ذي بحمم الحرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب الحرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب زلم دي زلم كفينا كفينا ينبر دي بحلم سوبوا لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلم سوبوا لك الكراسي والدلاق الكرسي حلم سميتوا انكري قبيلنا لزلم إريتريا نتألم سميتوا انكري قبيلنا
لزل إريتريا لزل مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم متابعة بثنا على العنوان التالي في شبكة الإنترنت www.erre.nahda.com. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي أديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.